السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد في نهار جديد في قصة جديدة. اليوم قصتنا كتدور على الصحابات أو الصديقات. كنتمنىكم إن شاء الله تستمتعوا بها وتاخذوا العبرة. السلام عليكم، أنا اسم ديالي لبنى. جيت اليوم نشارك معكم القصة ديالي. أنا من واحد العائلة كتكون من 4 الأفراد، أنا والأخ ديالي والأم والأب. ملي كنت صغيرة كنقرا في الابتدائي، كانت عندي واحد الصديقة صاحبتي بالمعنى الكلمة، يعني صديقة واش من صديقة. كانت يعني كتسخرها الأم ديالها، كانت دائما كتجي عندي باش نمشي أنا وياها نتسخرو. وتا أنا هكاك، ملي كتسخني الأم ديالي كنمشي تاني عندها وكنمشي أنا وياها نتسخرو بجوجنا، يعني ما كنتفرقوش. حتى في القسم كنا كنقراو بجوجنا في قسم واحد. بقات هكاك العلاقة، وصلنا الإعدادي. هكاك تاني بقينا كنقراو بعضياتنا، حتى ملي أننا في أول سنة ما كنجيوش في نفس القسم. كنحاول مرة كنتحول أنا عندها، مرة كتحول هي عندي. بقينا هكاك، يعني العلاقة بقات زوينة بيناتنا. هي ما كتخبي حتى شي حاجة عليا، وحتى أنا ما كنخبي حتى شي حاجة عليها. وحتى ملي وصلنا الثانوي وجا الوقت فاش نديرو واحد التخصص، درنا نفس التخصص. درنا أنا وياها شعبة ديال المحاسبة. فهاد الوقت كان خويا اللي هو اللي كبر مني، كان ديجا يعني خدا الباك ديالو وكان خدم في أكبر شركة عندنا في البلاد. وبالاجتهاد ديال خويا وبالتفاني في العمل ديالو، عينو صاحب الشركة رتبة ديال نائب المدير في هاد الشركة. فخويا واحد الرجل مستقيم وتيحب العمل ديالو، وهذا الشيء خلى صاحب الشركة يعني ما بقاش علاقته معاه كموظف عادي، فهو ولا بحال شي صديق ديالو. يعني كيعاود ليه على حياته الشخصية، كيعاود ليه اي حاجه يعني كتعلق به. فملي كملت قريتي انا وصاحبتي وخدينا الدبلومات ديالنا في المحاسبه، اقترح عليا خويا انني نجي نخدم معاه في الشركه. فملي قالها خويا لصاحب الشركه ووافق، ما رفضش لخويا الطلب، وجيت نخدم معاهم في نفس الشركه. وهنا شفت وعشت كاع داكشي اللي كان تيقول لي خويا على هذا السيد هذا صاحب هذه الشركه. كان فعلا رجل طيب، كانت علاقته ما بينه وبين الموظفين كلها احترام وإنسانية. وهذا الشيء خلاني نزعم ونفتحوا في الموضوع ديال صاحبتي. يعني بغيت صاحبتي تجي تخدم معايا، انا ما يمكنش ليا نكون في واحد البلاصه وصاحبتي ما معياش فيها. وهذا الشيء اللي كان قلت له صاحبتي واحد الانسانه رائعه، انسانه طيبه، انسانه مجده، واحد الانسانه اللي باغا تخدم وباغا تعاون عائلتها. بيني وبينكم قلت ليه كاع الخصال الزوينه، يلي فيها يلي ما فيهاش، المهم بغيتها تكون معايا في نفس الخدمه اللي انا فيها. فرحب بطلبي وانا فرحت بالترحيب ديالو. كيف ما قلت لكم من قبل، هو واحد الانسان طيب وكيبغي يساعد اي واحد محتاج. فدازت الايام والشهور وخدمات صاحبتي معايا. فواحد النهار وحنا في الدار، قال لي خويا بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. قلت له مرحبا. قال لي راه المدير فتحني وقال لي بانه بغاك الزواج، اشنو رايك في هذا الشيء؟ الاب والام ديالي فرحوا ما قداتهم فرحه، بحال الا كانوا كيعرفوا هذا المدير شحال هادي، يعني داك الشيء اللي كيسمعوا عليه، يعني كيفاش كيتعامل هذا المدير مع الموظفين ديالو، كيفاش كيتعامل معايا انا ومع الاخ ديالي، زيادة على الحوافز والهدايا في المناسبات والأعياد. يعني بيني وبينكم ما كاينش شي سبب مقنع باش نرفض هذا الشخص هذا الزواج. ففعلا تزوجنا، ما كان تيرفض ليا حتى شي طلب. طلبه الوحيد اللي كان قال لي هو انني نجلس من الخدمه. فعلا جلست من الخدمه، جلست في داري، ما خصني حتى شي حاجه. حاجه وحده اللي تغيرات هي انني ما بقيتش عايشه مع صاحبتي بزاف. يعني ما كنا خدامين انا وياها، كنا دائما يعني كنتشوفوا، يعني الوقت الكثير كنقضيه انا وياها. ولكن بعد ما تزوجت وانا جلست في الدار، يعني عندنا غير التليفون اللي عاد بيناتنا، ولا شفتها مره في النهار ملي كتخرج من الخدمه.
حتى انني صاحبتي عاد كنشوف نظرات ديالها تغيروا ليا من بعد ما تزوجت. وهذا الشيء لاحظه الاخ ديالي وكان تيقولها ليا، تيقول لي صاحبتك راه ما بغاتكش تزوجي مدير ديال الشركه. انا كنت كنقول هذه مجرد هضره كيقولها الاخ ديالي وصافي، لان صاحبتي كان عزيزه عليا بزاف، ما كنتش كنقبل اي هضره فيها ماشي هي هذيك ولو تكون من الاخ ديالي. وبقات علاقتي انا وياها مستمره. وكيف ما قلت لكم في الاول، راجلي عنده اكبر شركه في البلاد، كيتعامل مع شركات على برا. فواحد النهار قال لي خاصنا نمشيو لفرنسا، عندي واحد الخدمه متعلقه بالشركه، خاصني نجلس تما واحد المده. ففكرت وقلت كيفاش غنمشي نبعد على صاحبتي. كما قلت لكم اخوتي خواتاتي، صاحبتي راه كانت كتار من اختي، ما كنتش كنتصور شي نهار يدوز بلا بيها. فاقترحت عليه باش تمشي معانا وتعاونوا تما في الخدمه. في الاول رفض، قال لي ما كاينلاش تمشي معانا، ولكن بقيت انا مصره وهو ما قدرش يرفض لي الطلب، ووافق باش تمشي. فعلا مشات معايا صاحبتي، وبقى الاخ ديالي هو اللي كيدير ليه الشركه في البلاد. فملي وصلنا لفرنسا بغيت صاحبتي تبقى عايشه معنا في الدار، ولكن هاد المره راجلي ما عجباتوش الفكره. قال لي لا، غندبروا ليها في شي دار هنا على برا وتسكن وتعود تجي عندك يوميا، ولكن باش تكون معنا فما يمكنش. فهاد المره سمعت كلام راجلي وقلبنا ليها وكرينا ليها دار كانت قريبه لينا باش نشوفها يوميا. ودازت الاعوام، لان راجلي كان خاصو يجلس واحد المده طويله باش يشوف خدمته او يدير خدمته هنايا في فرنسا. وفي هاد الاعوام كان رزقني الله بجوج وليدات. وعلاقتي مع صاحبتي بقات مستمره، ولو ان صاحبتي كانت دائما كتدخل بيني وبين راجلي، كانت دائما كتبين لي المساوئ ديال راجلي. ولكن انا ما عمرني شكيت فيها، وما عمرني قلت صاحبتي انها بغات لي شي حاجه خايبه، لان هذه صاحبتي وماشي صاحبتي، راه اختي هذه. ولو عقلي تيقول لي بان صاحبتي راه تغيرات كيف ما كان تيقول لي الاخ ديالي ما كنا في البلاد، ولكن قلبي ما كانش كيبغي يصدق هذا الشيء. كنت كنقول ربما هذا الشيء اللي كتقول لي صاحبتي على راجلي ربما فيه، انا ما كنشوفش هذا الشيء، هي كتشوف هذا الشيء، كتشوف العيوب ديالو، كتشوف المساوئ ديالو. حتى لواحد النهار راجلي قال لي خصنا نرجعوا للبلاد. صافي انا ساليت خدمتي هنا، خاصنا نرجعوا حنا وليداتنا للبلاد. فملي قلتها لصاحبتي ما عجباش الحال، وقالت لي لا، ما خاصكيش تمشي تتبعي راجلك، هنا عايشه حياه زوينه رائعه انت ووليداتك وما خاصكم حتى شي خير. وقالت لي حتى اللي بغى يمشي خليه يمشي بوحدو، وجلسي انت وليداتك هنا وشوفوا مستقبلهم. وهنا بداو المشاكل بيني وبين الزوج ديالي. قلت ليه مستقبل ولادي كاين هنايا، ما يمكنش ليا نمشي للبلاد. قال لي مستقبل ولادي انا اللي عارفه، ومستقبلهم كاين في بلادهم. فما قنعنيش وبقيت مصرة انني نبقى في فرنسا، وحتى هو بقى مصر انه غادي يمشي للبلاد. وداكشي اللي كان مشى للبلاد، وبقيت انا في فرنسا وهو في البلاد. وملي الاخ ديالي وعائلتي عرفوا هادشي كله ما عجبوش الحال. قال لي شوف اختي، هزي ولادك وجي رجعي لبلادك مع راجلك. ولكن انا قلت له لا، ما يمكنش ليا، مستقبل ولدي هنا وغنبقى هنا. وقد ما هما كيبغوا يقنعوني انني نرجع للبلاد، قد ما صاحبتي كانت كتقنعني بانني نبقى هنا في فرنسا. وعيا راجلي وخويا وعائلتي باش يقنعوني نجمع ولادي مع باهم، ولكن والو ما قدروش يقنعوني. بقيت على هاد الحال حتى لواحد العام جيت في عطلة البلاد. هنا تفاجأت بالزوج ديالي كيرفع لي دعوة بالرجوع الى البيت الزوجية. فرفضت ورفعت عليه دعوة الطلاق، وهنايا تقابلنا في المحكمة وطلبت الطلاق من الزوج ديالي بحجة ان مستقبل وليداتنا في فرنسا ماشي هنا في البلاد. كنت دائما ملي كنخرج من المحكمة كان خويا ساخت عليا، كيقول لي هادشي اللي كديري راه ماشي مزيان، تبدلتي بزاف، بغيت نعرفك فين باغي توصلي.
وكانت قد ما كتزيد المشاكل بيني وبين الزوج ديالي، كانت صاحبتي كتأيدني وكتقول لي هو اللي خاسر ماشي نتي. فبقينا على هاد الحال انا والزوج ديالي، هو في بلاد وانا في بلاد، ودعوة الطلاق بقات بيناتنا. حتى لواحد النهار الاخ ديالي جالس في خدمته، وهي تجي عنده واحد بنت خالت صاحبتي، كانت هي وياها عندهم واحد العلاقة كيتعاودوا بعضياتهم كل حاجة. هنا فاش خبراتو وقالت له بان السبب ديال هاد المشاكل هي بنت خالتها اللي هي صاحبتي، قالت له بانها راه ما بغاتش الخير لاختك وما عجباش الحال ملي خطبها المدير وتزوج بها وعاشت عيشه مزيانه. هنا قال الاخ ديالي واش هادي مجرد هضره خاويه او لا كاين الدليل؟ هنا هاد السيده قدمات ليه الدليل، والدليل كان تسجيل ديال واحد الكلام اللي كانت قالته ليها بنت خالتها اللي هي صاحبتي. وتواصلت معها في التليفون وبنت خالتها سجلاتو، قالت ليها بانني راه انا دابا مشيت معاه لفرنسا وغنبقى معاها حتى نفرق عليه. فملي سمع خويا هادشي عيط عليا وقال لي ضروري خاصك تهزي وليداتك وتجي هنا للبلاد. داكشي اللي درت ملي جيت جمعني انا والزوج ديالي وسمعنا التسجيل اللي عطاتو بنت خالت صاحبتي. وهنا عرفنا انا والزوج ديالي بان هاد صاحبتي كانت حاولت تفرقني انا وراجلي، والحمد لله عرفت على حقيقتها في الوقت المناسب قبل ما نشتت شمل ولادي وراجلي. واخا ان هادشي كان بالنسبه لي صدمه كبيره، هذه هي صاحبتي، هذه هي اختي، هادشي كله طلع من صاحبتي. فهذه هي قصتي، قصه للعبره ماشي للفرجه. فماشي كل صديقه صادقه. وهنا كنتفكروا المقوله اللي كتقول ليس كل ما يلمع ذهب.